الفرشة دي طبعًا موجودة في كل بيت، اللي هي السيليكون دي، وبنحاول إن إحنا بندهن بيها كده الجلاش بتاعنا، السمنة والزيت ما بنعرفش نغسلها كويس. أقول لِك على فكرة هتسهّل عليكِ بجد الدنيا، والفكرة دي برضه أنا شُفتها في فيديو قبل كده ونفّذتها وقُلت هافيدكم معايا بيها. هتجيبي كده المقص بتاعِك وتحاولي تقصي نُص الشعيرات دي، كده هتكون أسهل معاكِ في الاستخدام ومش هتمتص زيت وسمنة كتير، وكمان هتيجي تغسليها هتكون سهلة جدًا معاكِ وبسيطة، وبجد حلوة جدًا. جرّبي الفكرة دي، والفكرة دي بجد حلوة جدًا، اعتمديها لو عندِك 2 والّا 3 بجد مش هتندمي، قصيها ومش هتندمي، فكرة حلوة وكمان توفّر عليكِ وقت كمان في غسيلها وتنغسل معاكِ. كمان لو دخلتِ كده تغسلي أسنانِك ولقيتِ طبعًا المعجون الأسنان بتاعِك خلص، اوعي ترميه، اوعي ترمي العلبة، طبعًا إحنا ما بنسيبهاش إلا لمّا بتكون خلّصت كل اللي فيها، لأ هتجيبي كده المقص وهاقول لِك على استخدام حلو جدًا وهينفعِك لحاجات كتير جدًا. هتبدئي تفتحي كده علبة معجون الأسنان بتاعتِك أي نوع طبعًا، وهتلاقي فيها البواقي كتير بالشكل اللي أنتِ شايفاه ده. هنسكت؟ لأ طبعًا إحنا كمصريين وكعرب مش هنسكت، ومش هنرمي حاجة، لازم نستخدم كل حاجة ولازم نحاول نعمل لها إعادة تدوير بالشكل اللي أنتِ شايفاه ده. هتحاولي تقفلي بقى الإيه، تقلبي البتاع ده العلبة اللي أنتِ فتحتيها بالمقص، طبعًا لسه فترة باسجل لكم الفيديو بعد الفطار مباشرةً، يا دوبك صليت، فطبعًا لسه أنتم فاهمين يوم رمضان والضغط اللي إحنا فيه، فبنحاول إن إحنا والله يا جماعة بجد الفيديوهات دي بنتعب فيها جدًا، طبعًا ستات بيوت وبنعمل شغلنا، وكمان شغل البيت، وكمان كل حاجة ورانا بنحاول نخلّصها، كمان يوم رمضاني جميل برضه بنقرأ القرآن وبنصلي والحمد لله رب العالمين، بنحاول إن إحنا بقدر الإمكان ما نتأخرش على الفيديوهات بتاعتنا، وده شغلنا طبعًا، بقدر الإمكان نحاول نجيب لكم أفكار تفيدكم برضه في المطبخ بتاعكم، وأفكار سهلة وبسيطة وتوفّر عليكم كمان فلوس كتير. فما تبخلوش علينا بقى بالشير الجميل لاخواتكم واصحابكم وحبايبكم عشان يشتركوا معانا في القناة، وكمان ما تبخلوش علينا باللايك الجميل والكومنت الحلو، دعوة حلوة من قلبكم كده لاختكم أم هنا من مصر لقناة شغلة وحكاية، إن شاء الله قناتها تكبر وتبقى أحلى قناة بإذن الله. طبعًا كل يوم أنتِ واقفة في المطبخ بتستخدمي بصل وتوم، كل يوم بصل وتوم، ده أكيد طبعًا بنطبخ يعني، في ناس بتحاول تلبس جلافزات وفي ناس ما بتلبسش جلافزات، فأنا هاتعامل مع اللي هو الفئة الكبيرة اللي ما بتلبسش جلافزات. طبعًا هتجيبي كده الإزازة دي وتخرّمي الغطا بتاعها، يا إما ما تخرّميهاش، وطبعًا ترُجّيها كويس جدًا وتمسحي إيديكِ بحبّة من معجون الأسنان مع المَيّة اللي هي البواقي، هتشيل من إيديكِ كل روايح البصل والثوم، وأي حاجة عندِك فيها بصل وثوم تقدري ترُجّيها وتحطّي فيها شوية من الحاجات دي. لو عندِك كمان أي صينية ستيل أو مثلًا المعالق بتاعتِك مطوّسة أو مثلًا مش نضيفة أو مثلًا اللمعة بتاعتها بدأت تروح أو فيها حاجة مصدّية، صدى مثلًا والّا حاجة، برضه هتجيبي شوية من المَيّة اللي إحنا حاطين فيها معجون الأسنان، وهتخلّي لِك الحاجات دي كلّها ترجع بتبرق من جديد. حنفيات الستيل بتاعتِك، الحنفيات الحمام، الأحواض الstainless، أي حاجة stainless عندِك تقدري ترجع معاكِ جديدة تاني، بشوية من المَيّة العلبة اللي إحنا كنا هنرميها بتاعة بواقي معجون الأسنان، حطّيها كده في علبة في إزازة فيها مَيّة كبيرة وتستخدمي كل الحاجات دي. بجد والله الفكرة أنا برضه شُفتها وما كنتش أعرفها وأول مرّة أعرفها وقُلت هافيدكم معايا، لإن إحنا كُلّنا بنفيد بعض وكُلّنا بنتعلّم من بعض، والنتيجة بجد، بجد هتبهرِك، وزي ما أنتِ شايفة كده رجعوا بيبرقوا وبيلمعوا والنتيجة تحفة. اعتمدي كل الأفكار وكل الأفكار بجد بأمانة، بكل أمانة وبكل صدق تحفة وهتعجبِك إن شاء الله. حُطّي سلك المواعين في عيون البوتاجاز وأنتِ هتوفّري فلوسِك وهتبهريهم بشطارتِك. أهلًا وسهلًا بيكِ في شُغلة وحكاية، مع بعض هنعمل وصفات جميلة جدًا واقتصادية وعلى قد الإيد وحاجات هتوفّر عليكِ وقتِك ومجهودِك. كمان لو عندِك الترمس الصغير دوّة في الولاد أيام الدروس والمدارس بياخدوا فيه بقى ينسون نسكافيه، لأ قهوة، لأ حاجات كده. عندي طبعًا بنات ثانوية عامة ربنا يحفظهم يا رب ويبارك في عمرهم، بياخدوا كل واحدة عندها الترمس الصغير دوّة أو الكوباية اللي هي الستانلس دي. طبعًا الريحة بتفضل ثابتة فيها، هاقول لِك إزاي تشيلي الريحة دلوقتي بحاجة سهلة جدًا وبسيطة وبحاجات موجودة عندِك في كل بيت. أهم حاجة تغلي كوباية كده من المَيّة، من الكاتل، من الكنكة، من أي حاجة يعني، هتحطي فيها كوباية كبيرة من المَيّة مغلية، تمام؟ وبعد كده هتجيبي شوية المكونات البسيطة دي، هتجيبي ليمونة كده صغيرة وتقطعيها 4/4، وهاقول لِك دلوقتي هتعمل إيه دلوقتي. اوعي تكوني لسه قاعدة ولسه ما اشتركتيش في القناة، القناة إن شاء الله موجودة معاكم هتعجبكم جدًا، جدًا، فيها أفكار جميلة، أفكار منزلية وحِيَل وتدابير هتعجبِك جدًا، جدًا، وكمان بنحكي حكاية من الواقع زي ما أنا قُلت لِك،
حكاية من الحقيقة، حكاية اجتماعية موجودة في بيوت كتيرة جدًا مننا، ممكن تكون حكايتي أو حكايتِك أو حكاية جارتي أو حكاية جارتِك، المهم إحنا هنستفاد كتير جدًا من الحكايات دي عشان ما نقعش في المشكلة، مثلًا علشان نستفاد، نعرف نحل مشكلتنا إحنا لو إحنا عندنا مشكلة متشابهة. نرجع للوصفة، حطينا ليمون ومَيّة بتغلي، وهنجيب كده معلقة من البيكنج باودر أو الكيك شيف أو الكربوناتو لو عندِك، شايفة الفوران؟ مجرد ما حطيتِ بس كده المعلقة الحلوة دي مع الليمون والمَيّة اللي بتغلي، الفوران ده عايزة أقول لِك هيطلّع كل الريحة. لسه هتجيبي كمان شوية من الخل الأبيض، شوية من الخل الأبيض حوالي كده ربع كوباية صغيرة أو مثلًا قيمة معلقتين كده، شايفة الفوران ده؟ الفوران ده هيتخلّص من كل بقى الروايح الموجودة عندِك. هتقفلي كده كويس الترمس الصغير بتاعِك الجميل ده، لو عندِك ترمس كبير برضه عايزة تتخلّصي من الريحة نفس الحكاية، وهتقلبيه كده عشان طبعًا الريحة ماسكة في الغطا، هتقلبيه كده شوية وكده شوية مثلًا لمدة من بالليل لتاني يوم الصبح، يعني يوم أو 2 مقفول كده بالمنظر ده، يمتص كل الريحة. حُطّي بقى عيدان القرفة الخشب على البخور. طبعًا عايزة أقول لِك لو أنتِ عندِك المبخرة زي دي كده أو بتبخّري في أي حاجة، البخور بتاعِك شغّال، حُطّي فيه عود قرفة من الخشب، هتطيّر بقى الناموس معاكِ والهاموش وهتدّي ريحة حلوة جدًا، جدًا، وخصوصًا كمان الناموس وإحنا الناموس كتير في فصل الصيف. نرجع لوصفات حلوة جدًا وبسيطة جدًا وتقدري وهتنفعِك على فكرة. احفظي الفيديو عندِك وابعتيه لأخواتِك وحبايبِك وأصحابِك وكل قرايبِك، لإن فعلًا في أفكار كتيرة وهتفيدِك بجد، لو ما استفدتيش من الفكرة الأولى، هتستفادي من الأفكار اللي بعد كده. هتجيبي كده حتة من سلك المواعين كده تقريبًا يعني أقل من 5 جنيه، ب2 جنيه والّا حاجة، هتقطّعيها كده حسب العيون اللي أنتِ عايزة تضبّطيها، وتعمليها بالمنظر ده، وتيجي بقى على البوتاجاز بتاعِك الخطير ده، وتقومي حاطة كده حتة سلك في كل عين. إحنا كده بنعمل إيه دلوقتي، هاقول لِك دلوقتي إحنا بنعمل إيه، شايفة طبعًا منظر البوتاجاز متبهدل ده كان في آخر اليوم، وحبيت أصوّر لكم يوم طبيعي جدًا، جدًا، يعني عادي خالص ما فيش أي مشكلة. هتجيبي كده ليمونة وتعصريها كويس جدًا. وأهم حاجة تشيلي البذر بقى بعد ما تخلّصي، تشيلي البذر كلّه من الليمون بعد ما عصرتِ الليمونة، تمام، زي الفل، خليكِ ماشية على الوصفة بالضبط، معلقة كبيرة كده من الملح، ملح الطعام العادي جدًا، وأي بذرة تلاقيها شيليها، طبعًا البوتاجاز بقى ما شاء الله يعني ما هوش نضيف يعني، إحنا عادي هنرمي عليه ونرجع نلمّه تاني، ما فيش مشكلة، كلّه بيقضى عادي يعني. وإحنا بنعمل الوصفة كده هنجيب شوية صابون سايل، والصابون ده ماهوش صابون شركات، يعني الصابون ده أنا كنت عاملاه، فحسيت إن هو امتزج كده مع الملح والليمون تكتل، فأنتِ لو عندِك صابون شركات يكون أفضل. أنا صورت لكم طبيعي جدًا، ونزلت كمان معلقة من الكربوناتو أو الكيك شيف أو البيكنج باودر، ال3 واحد. طبعًا الصابون تكتل ما فيش مشكلة خالص، أهم حاجة عندي البيكنج باودر والليمون والملح. وهتجيبي السلك بتاعِك كده إيه، هتدخّليها في قلب الكمية دي أو السائل ده، وترجعي تحطّيه تاني. أنا عايزة كل اللي في الفونية بتاع البوتاجاز يدوب أو يسيح، لو حابة تزوّدي الصابون بقى لوحده تاني ما فيش مشكلة. هتعملي كل الكمية دي أو كل الخطوة دي زي ما أنتِ شايفة كده، ما فيش مشكلة خالص، أهم حاجة وتسيبيها شوية، تسيبيها حوالي نُص ساعة كده أو ربع ساعة، ونرجع كده نشوف كده هنعمل إيه، شايفة الثمار ده، دي بقى اللي كان في الفونيا، شايفة الدهون عاملة إزاي؟ الدهون من غير أي حاجة بقى، لا رشينا سائل للدهون ولا أي حاجة، شايفة الدهون عاملة إزاي؟ واضح إن العين دي كانت مكتومة، كده إحنا سلّكنا عيون البوتاجاز من غير أي بقى سباك ولا حد ييجي ينضّف البوتاجاز ولا البوتاجاز يغبّب معاكِ، دي نضيفة ما شاء الله، كنت عاملاها من فترة يعني، فكل فترة كده باعمل الحركة دي، بتنضّف عيون البوتاجاز وبتخلّيها زي الفل، ما بتوسّخش بقى الحلل ولا الكلام ده كلّه.